كل ما يشرب اللبن يحصل له مشكلة، ممكن دي تكون حساسية، وطبعا دي حاجة لازم ناخد بالنا منها. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في سبيل نشر العلم والمعلومة المفيدة لكل أم محتاجاها. أنا دكتورة نيفان رضا، استشاري أطفال. إزاي تعرفي إن طفلك عنده حساسية ألبان؟ وخلي بالك المشكلة دي منتشرة جدا اليومين دول. حساسية اللبن مش حاجة بسيطة، وضروري نكون واعيين ليها عشان نقدر نساعد طفلنا قبل ما الموضوع يكبر. لو طفلك بيشرب اللبن أو بياخد منتجاته وظهر عليه أعراض مش طبيعية، لازم تتأكدي من السبب. إيه هي العلامات اللي ممكن تعرفني إن ابني عنده حساسية ألبان؟ مشاكل في الهضم، لو لاحظت إن طفلك عنده غازات كتيرة أو بيحس بوجع في بطنه مباشرة بعد شرب اللبن، ده ممكن يكون بسبب حساسية الألبان. كمان لو في إسهال أو إمساك مستمر بعد شرب اللبن، ده عرض مهم جدا. الطفح الجلدي، لو ظهر لابنك طفح جلدي أو حكة بعد شرب اللبن أو تناول أي منتجات ألبان، دي علامة أكيدة إنه ممكن يكون عنده حساسية ألبان. أحيانا الطفح ده بيكون على شكل حبوب أو احمرار في منطقة الجلد وورم الشفايف. لو لاحظتي إن فم ابنك أو شفايفه بتورم بعد شرب اللبن، ده برضو عرض مهم جدا لحساسية الألبان، بيحتاج متابعة فورية. كمان من أهم الأعراض مشاكل في التنفس. الحساسية الشديدة للبن بتسبب صعوبة في التنفس، وده بيكون بسبب التفاعل التحسسي. لو لقيتي طفلك بيصدر أصوات غريبة أو بينهج وتنفسه مش طبيعي بعد شرب اللبن ومش عارف ياخد نفسه، لازم تجري على الدكتور فورا. القيء، بعض الأطفال عندهم رد فعل شديد بيخليهم يتقيأوا بعد شرب اللبن. لو ده حصل بشكل متكرر، ده من أهم المؤشرات على وجود حساسية الألبان. طب إزاي نتصرف لو لاحظتي أي أعراض من دول؟ أول حاجة توقفي اللبن، حاولي تجري على الدكتور بتاعك. الطبيب هيقدر يعمل فحوصات ويحدد فعلا إن كان عنده حساسية لبن ولا لا. في حالة لو ثبت إن ابنك عنده حساسية ألبان، لازم تدخلي بدائل للبن زي لبن خالي من اللاكتوز أو اللبن النباتي زي لبن اللوز أو الجوز الهند. ممكن تكوني متابعة مع دكتور التغذية عشان تختاري دايما الأنسب. آخر حاجة، حساسية اللبن مش دايما حاجة مؤلمة لو تعاملنا معاها صح. خليكي دايما حريصة على متابعة كل علامات طفلك واهتمي بكل تفاصيله عشان تكوني دايما متأكدة من صحة طفلك. لو عندك أي سؤال أو تجربة متشابهة سيبيها لي في الكومنتات وأنا هرد عليك.